الجزائر بعد استقلالها بسنة دخلت في حرب مع المغرب خاسرة عام 63 أكتوبر. الجزائر كانت مستهدفة في مشروع سابق، والجزائر البلد الوحيد الذي حافظ على استقراره، والجزائر هو البلد الذي كان ينتظر الجميع منه الربيع العربي، وخرج بربيع لم يره أي بلد لا في الوطن العربي ولا حتى في أوروبا، بانتقال حضاري ديمقراطي سلمي يوجه رسالة إلى العالم كله: لا تتدخلوا في شؤوننا، ومن أراد أو سولت له نفسه بأن يقترب منا فليحترق. هذا هو. نرى هل الجزائر تتدخل أو لا تتدخل حتى على المستوى الإقليمي المغاربي. وأتكلم الجزائر أنشأت البوليزاريو وتنازعت مع المغرب على الصحراء. نرى هل الجزائر تتدخل أو لا تتدخل حتى على المستوى الإقليمي المغاربي. وأتكلم الجزائر بعد استقلالها بسنة دخلت في حرب مع المغرب خاسرة عام 63 أكتوبر 63. عام 73 أنشأت البوليزاريو وتنازعت مع المغرب على الصحراء الغربية. في عام 89 تم تشكيل اتحاد المغرب العربي 89. في 94 أغلقت حدودها تماما وأغلقت بوابة زوزبغال مع المغرب، وجمد هذا الملف. لكن إغلاق الحدود كان بعد قصة طويلة سيد كامل مرعاش، يعني لم يأتي هكذا. أعرف ذلك. أنا أقول هذه هي السياسة الجزائرية، وأغلقت هذه الحدود وجمدت ملف المغرب العربي 30 عاما. كذلك الأمر فيما يتعلق بالشعب الصحراوي. تاجرت بقضية الشعب الصحراوي وما زالت تتاجر بهذه القضية، ومنعت الصحراويين من أن يقرروا مصيرهم، وحبستهم في معسكرات تندوف، وحرمتهم من كل الحضارة، من الصحة والتعليم. انظروا إلى معسكرات تندوف. يعني أنت تقول بأن الجزائر تتدخل أيضا في الشأن السياسي الليبي. سآتي لهذه النقطة. أنا فقط جردة تاريخية أو بسطة تاريخية لهذه التدخلات. أخيرا في الشأن الليبي، الجزائر كانت تصرح دائما وتصرخ بأنها ترفض التدخل الخارجي في ليبيا. على العكس تماما، هي تستقبل من يتدخلون في الشأن الليبي ومن لديهم قوات في ليبيا، قوات عسكرية في ليبيا. الجزائر استقبلت قائد الأفريكوم بين عام 2018 و2019 11 مرة، وتبين أخيرا أن قوة الأفريكوم كانت لديها جنود في طرابلس خرجوا عند بدء العملية العسكرية في طرابلس وعددهم 300. الجزائر تنسق باستمرار مع إيطاليا التي لديها 500 جندي يحتلون قاعدة مصراتة الجوية. الجزائر وجيشها يتوغلون منذ عام 2011 في الحدود الليبية إلى عمق 50 كيلومتر. نعم، نترك السيد. نعم، نترك السيد لأنه نقاش. سأنهي بعبارة بسيطة. احترام الوقت وحق الرد. صح. سأنهي بعبارة بسيطة. وعندما تحدث قائد الجيش الوطني الليبي وقال للجزائر توقفي عن هذه التدخلات، الجزائر أيضا استقبلت الإسلاميين المتطرفين الليبيين وبسطت لهم البساط الأحمر رغم اتهامهم بأنهم هم لكن هل هناك دلائل على ذلك؟ الناس. لحظة. نعم. وطلع علينا بعض الجنرالات الجزائريين وقالوا أنهم سيرسلون كوماندوس يجلب حفتر من الرجمة. نعم. طيب الآن بعد 4 أشهر حفتر أرسل جنوده الآن يتواجدون على 970 كيلومتر بين الحدود الليبية. يا جنرالات، يا طواويس، إذا أردتم حفتر اذهبوا إلى هؤلاء الذين يتواجدون اليوم على الحدود الجزائرية، وليس وليس بغية غزو الجزائر، وإنما لحماية ليبيا من أي تهديد جزائري يأتي. الجزائر عبد القادر مساهل كان يأخذ طائرته من الجزائر ويتنقل عبر المدن الليبية دون أن يأخذ إذن من أحد، تنقل إلى أوبال وإلى الزندان وإلى مصراتة دون أن يأخذ إذن من أحد. إذن هذه كلها تدخلات أم
لا أسميها، لا أدري ماذا أسميها. إذن يقول أن الجزائر تتدخل في كل شيء، وهي تتدخل أيضا في ليبيا، وذلك عكس ما تظهره الجزائر لدول المنطقة. تفضل. وأجيب المشاهدين الكرام بأنه يحاول أن يغلط نفسه ويغلط الليبيين ويغلط الجمهور العربي الذي يعرف الجزائر كثيرا. أجيبه أولا حينما قال أن الجزائر دخلت في حرب 63 مع المغرب، بأن الجزائر لم تدخل في حرب مع المغرب، بل يريد استغلال الجزائر لتحطيمها وهي خارجة من استقلالها بسنة واحدة. هذه خيانة عربية عظمى. نعم. يدركها جيدا. باختصار حتى لا نخرج عن الموضوع. أجيبه بأن الجزائر دعمت الصحراء الغربية، وهذا مبدأ لا رجعة فيه للجزائر، بأنها تدعم كل قضية ثورية شرعية عادلة، سواء كانت جارة أم في أقصى شرق المعمورة. وهذا مبدأ لا رجعة فيه. أجيبه على حينما قال أن الجزائر أغلقت حدودها. صحيح، لكن مثل ما تفضلتم به، لماذا أغلقت حدودها؟ فليراجع نفسه وليذهب ليدرس ثم ليأتي هنا ليتهجم على الجزائر. النقطة الرابعة، حينما قال أن الجزائر تتاجر بالشعب الصحراوي، حاشا لله أن تتاجر الجزائر بقضيتين دون سنواهما في كل القضايا العالمية، قضية فلسطين وهو يدركها، وقضية الشعب الصحراوي الأبي الذي ما زالت تؤيده حسب الشرعية الدولية. أجيبه فقط على هذا. ثم ركز، لأنني منحته أكثر وقت مني فلي حق الرد. فقط في الشأن الليبي قلتها وأعيدها، مثل ليبيا، مثل تونس، مثل المغرب، مثل موريتانيا، مثل مالي، مثل أي بلد آخر، الجزائر رسخت هذا المبدأ من مبادئها، هي أنها لا تتدخل في شؤون الآخرين، وأنها صحيح أنها نادت واستقبلت هؤلاء الليبيين المتناطحين الإخوان ونصحتهم بأن يفضلوا الحكمة وأن مصلحة البلاد هي العليا، وأن يتناقشوا فيما بينهم دون اللجوء إلى غيرهم لاستغلالهم. وهذا ما يحدث الآن في قوة من قوات الليبية المتنازعة. نعم سيد كامل مرعاش، لكن هناك من يقول بأن تحركات حفتر كانت بإعاز من بعض الدول الخليجية إن صح التعبير التي أزعجها الحراك الجزائري. تفضل. أبدا، هذه العملية تم التخطيط لها منذ أكثر من 3 أشهر، وبدأ تنفيذها، وذهبت هذه القوات إلى جنوب غرب ليبيا قبل عملية طرابلس. طيب، إذا كانت هذه بإعاز مما تسميه دول الخليج، أي هذه الدول الخليج؟ الدول الحليفة لحفتر، هكذا يقول كثيرون. أبدا، هذه قضية وطنية. قضية الجيش الوطني هي استعادة هيبة ليبيا ومنع كل هذه الدول من التدخل في ليبيا. وأكبر إنجاز لهذه العملية هو خروج الجنود الأمريكان، 300 عسكري لم نسمع عنهم، ليس هناك اتفاقية لوجودهم في ليبيا، هربوا عندما وصل الجيش الوطني الليبي. هذه قضية وطنية بامتياز. الجيش الوطني الليبي ليس كما يفهم بعض البسطاء الجزائريين أتى ليغزو الجزائر. فكيف نغزو الجزائر ونحن بلد ممزق، بلد فاقد لسيادته، بلد كان يأمل من الجزائر أن تعينه على حماية هذه الحدود. جنرالات الجزائر فشلوا في ملاحقة إرهابيين جزائريين، الأعور مختار بالمختار وتركدال. الجيش الليبي قضى عليهم في 2 أسبوع، ويقولون نبعث له كوماندوس جزائري. هل سيبعثون كوماندوس من الوطاويس ليأتي به من الرجمة؟ نعم، نترك عرين الأسود لا تقترب منه الثعالب. نعم، أرجوك. الجزائر، وأعيدها ليكون هذا يعني يدخل في ذهن الآخر. هو يقول أنه قضية وطنية، وحفتر لم يتحرك بإعاز من بعض الدول التي أزعجها الحراك الجزائري. والجزائر لم تتهم إلى الحد الآن عبر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، لم تتهم أي طرف من الأطراف، إنما قالت حذرت بأن الشأن ما يحدث في الجزائر شأن جزائري بحث 100%، وبعثت برسائل إلى العالم كله بأن لا يتدخلوا في الشأن الجزائري، لا أحد يتدخل في الشأن الجزائري. ومن كانت له مصلحة في أن يتدخل في الشأن الجزائري ويريد زعزعة استقرار وأمن الجزائر، فالجيش يكون له بالمرصاد.
قلت وراء كل شبر من الجزائر من حدودنا جندي يحمي هذا الوطن. والجزائر أرسلت تعزيزات أمنية على حدودها الشرقية الجنوبية، الشرقية أو الغربية أو الجنوبية. الجزائر كانت مستهدفة في مشروع سابق، والجزائر البلد الوحيد الذي حافظ على استقراره، والجزائر هو البلد الذي كان ينتظر الجميع منه الربيع العربي، وخرج بربيع لم يره أي بلد لا في الوطن العربي ولا حتى في أوروبا، بانتقال حضاري ديمقراطي سلمي يوجه رسالة إلى العالم كله: لا تتدخلوا في شؤوننا، ومن أراد أو سولت له نفسه بأن يقترب منا فليحترق. هذا هو جواب الجزائريين. من يقترب منا يحترق. سيد كامل مرعاش: فليحترق، ونحن نقول له مثل ما قال: من يقترب بليبيا سيحترق. وأرد عليه بالقول أن أحد سياسي الجزائر اسمه عبد الرزاق مخزي ولا مقري المخزي، هذا هو مخزي وليس مقري. لا، بدون تجريح وبدون شخص. أنا أرجوك. أنا استمعت لا أستاذ كامل مرعاش، بدون تجريح، ولكن سأقول بدون تجريح للأشخاص، وهو ليس متواجد معنا. نعم، سأقول لك ماذا قال هذا الرجل. قال: إن ما يفعله حفتر يؤثر على أمننا الاستراتيجي في الجزائر ولا يضمن مصالحنا في ليبيا. هل تحولت ليبيا إلى مزرعة عند السيد عبد الرزاق مقري ليتكلم بهذه اللحظة؟ لم أقاطعك أرجوك لم أقاطعك. 10 مرات ليبيا. عفوا، أنا لم أقاطعك. ليبيا ليست مزرعة للمقري. المقري يريد ليبيا أن تبقى فوضى، يريد ليبيا أن تبقى الخلفية التي يرتب فيها هو والغنوشي إسلاميين ويرسلهم إلى ليبيا لتكوين قواعد إرهابية في ليبيا. نعم. وإلا ماذا يقصد؟ لدينا مصالح استراتيجية في ليبيا. ليبيا ليست مزرعة للمقري، ليبيا لها سيادة، ليبيا لها شعب وجيشها الآن يا سيد مقري أقول لك ينتشر على 970 كيلومتر من بوابة الدبداب حتى إلى جنيف. وإذا أردت أن تقترب من هذه الحدود سوف نقطع رأسك. نعم، رد عليه. نحن لا نقطع الرؤوس، نحن نحلم بمغرب. كانت هذا منافق سياسي، وقالوا هناك وجها لوجه. الجنرالات كنت تتحدث لي عن المغرب العربي. نعم. يا منافق. ولكن من جمد المغرب العربي؟ لا بدون تجريح. هذا الخطاب الذي تجمع به الإخوة العرب. نعم، هذا هو الإخوة. أمثال المقري. أنا أجيبك على مقري. أجاوبك، لكن ليس هذا الخطاب الذي ينبع من إنسان عاقل. الذي يحب وطنه ويحب غيره. هذا ليس هذا الخطاب. هذا الخطاب المقري هو خطاب في نظرك؟ هذا خطاب يهدم. وخطاب المقري أرجوكم نفس الشيء. إذا كان خطاب مقري مثل ما تقول فهو خطاب مهدم. نعم. هل استمعت أرجوكم بهدوء. أرجوك سيد كامل مرعاش لديه الحق ليجيب، وسأعود إليك. نعم. أنت سألت سؤال: الجزائر تتدخل في الشأن الليبي، وأنا قلتها وأقولها للأخ الكريم وأعيدها أمام المشاهدين، كل المشاهدين، وبالقرارات أو بالقرارات الرسمية أو الشعبية، بأن الجزائر لا تتدخل في أي شأن خارجي، وجيشها مرابط داخل الحدود الداخلية. نعم. وأن الجزائر سوف تفتح حدودها لبناء هذا المغرب العربي الكبير الذي طالما تحلم به الشعوب. هؤلاء من يعرقل هذا المشروع الكبير، هؤلاء وأمثالهم عبر التاريخ، هم الذين وضعوهم تحت مصالح الغير، هم الذين يعرقلون هذا المشروع العربي الحضاري الكبير. نعم، وبالتالي فمن السهل أن نتهم الآخرين، لكن يجب النظر أمام المرآة، ثم التأكد من الذات، ثم الذهاب والقول بهذا الكلام الخطير. نعم، في ظل ما يجري حاليا وبعد إن سيطر مثلا حفتر على طرابلس، هل يمكن أن نشهد تصاعدا للعمليات الحربية على الحدود
الليبية الجزائرية. تفضل. هذا في أوهام بعض الجنرالات الجزائر دائما يصدرون مشاكلهم الداخلية على الخارج، تعودنا على ذلك. وبالحديث عن المغرب العربي، من جمد هذا الحلم العربي وهذا المغرب العربي؟ ألم يجمده جنرالات الجزائر الذي تتحدث عنهم؟ الذي يثور الشعب الجزائري، الشباب الجزائري يخرج ضد هذا النظام الذي حكم الجزائر منذ 60 عاما. أليس هذا النظام هو نعم. أليس هذا النظام أستاذ محمد بخروف، أليس هذا النظام هو الذي جمد المغرب العربي؟ أستاذ محمد بخروف أرجوك. هؤلاء الشباب هم أمل الجزائر، وهم الذين سيفعلون التغيير في الجزائر. وعندها فقط عندما يقتلعون هذا النظام من قاعه سوف تكون الجزائر إيجابية، وسوف تلقى كل القوى التي في المنطقة إيجابية وتساهم في بناء المغرب العربي الذي يحلم به الشباب. يقول إذا ما تم اقتلاع هذا النظام سيكون دور الجزائر إيجابيا في المنطقة. نعم أستاذ محمد مخروف. إيجابي، ما نعرف الإيجابي نتاعو وشنو هو الإيجابي، عندنا ما نتفهموش في المفاهيم، أصبحت المصطلحات لا تفهم بنفس الكيفية. الجزائر لا يهمها، يعني لا تطمع في ليبيا ولا في تونس ولا في المغرب ولا في الصحراء ولا في كل هذا. الجزائر عندها 2,300,000 وأكثر من 2,000 كيلومتر مربع. الجزائر تزخر بالطاقات المعدنية الباطنية الظاهرية، تزخر بالموارد البشرية. أدعوك لا تقاطعني. نعم. أدعوك لا تقاطعني. نعم. فلم أقاطعك، فمن حسن آدابي واحترام الحوار الإنصات إلى الآخر. فوهبها الله من كل شيء، فبقيت أنا قلتها ونحن استلهمنا هذا الدرس جيدا. أنا جيل الاستقلال ضحى على الجزائر شهداء، ضحى عليها أكثر من 1,500,000 شهيد من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة ديمقراطية تدافع عن الحقوق الأساسية الفردية والجماعية، وأنها تقف مع الشعوب المضطهدة في العالم. هذا كله مشروع، لكن من الذي أفشل هذا المشروع؟ أفشل هذا المشروع عملاء الاستعمار الذي كان مستعمرا الجزائر والذي خرج وترك أبناءه هناك. هذا الذي أفشل والذي كون هذا النظام الذي هبت له اليوم هبة شعبية كبيرة تعطي الدرس لهذا النظام ولأمثاله ولمن يريد أن يكون مثل البلدان العربية. أستاذ كامل مرعاش، هناك من يقول إذا ما سيطر حفتر على طرابلس سيتم فرض حكم عسكري، وهذا لا يخدم دول المنطقة المغاربية خاصة. تفضل. لا أبدا، لا حكم عسكري. ليبيا تعيش منذ 9 سنوات تحت حكم الميليشيات والفوضى. ليس هناك دولة، أسقطوا الدولة وأسقطوا مؤسسة الدولة وأصبحت ليبيا دولة منهوبة لا سيادة لها، يتدخل فيها كل من هب ودب من كل الحدود. حتى تشاد تتدخل في ليبيا، حتى أي دولة يمكن تتخيلها في ذهنك تتدخل فيها. الجيش جاء ليضع نهاية لهذا التدخلات الخارجية ولهذا الاستعمار. 500 جندي إيطالي موجودين في قاعدة عسكرية، لم نسمع جزائري يتكلم عنهم. 300 جندي أمريكي كانوا يدنسون الأرض الليبية، لم نسمع جنرال جزائري يتحدث عن ذلك. إذن فكرة الحكم العسكري، نحن عشنا 9 سنوات فوضى تحت حكم الميليشيات التي لديها جذور في كل هذه البلدان والتي تدعمها كل هذه البلدان. إذن نحن سنؤسس دولة مدنية ديمقراطية تتجاوب مع كل البلدان، لكن هناك قوى إسلامية، الغنوشي في تونس والمقري في الجزائر، لا يريدون هذا المد ويبحثون دائما عن قواعد خلفية للإسلاميين حتى يؤثروا في بلدانهم. ولكن أعتقد أن الشعب التونسي والشعب الجزائري واعي تماما لهؤلاء وسيطردهم من خلال صناديق الاقتراع. أرجو أن أختم معكما بهذا السؤال: ما مصير الوساطة الجزائرية السياسية إذا ما يجري الآن في ليبيا؟ الجزائر قلت بيانها الرسمي يؤكد في كل مرة بأنها ما مصير الوساطة إذا ما سيطر حفتر على طرابلس؟ نعم، لا أحد يستطيع أن يتوقع الأشياء ويتكهن بالأشياء، إنما ما تريد أن الرسالة التي توجهها الجزائر دوما إلى أشقائها هي أنهم يتم الحوار بين الإخوان الليبيين دون تدخل أجنبي أي كان. وهذا التدخل الأجنبي هو الذي يعرقل هذا الحوار، وهو الذي يدمر ليبيا أكثر مما دمرها منذ مقتل القائد معمر القذافي الذي كان ديكتاتوريا مثل ما كان
يوصف، لكنه كان يتنبأ بهذه المرحلة جيدا. وأتذكر خطابه في جامعة الدول العربية أين قال لهم سيأتي عليكم الدور واحدا تلو الآخر، لأنه البلدان العربية بما فيها ليبيا والتي لها عملاء أجانب اليوم هم الذين دمروا ليبيا، ومثلهم دمروا العراق، ومثلهم دمروا سوريا، ومثلهم دمروا وأرادوا تدمير مصر، ومثلهم أرادوا تدمير الجزائر وغيرها من الدول. وهذا تجاوبا لأسيادهم وانبطاحا لأوامرهم وانبطاحا لرغباتهم. نعم، كلمة ختام الصحفي كامل مرعاش، تفضل. يعني أنا أتوقع أنه هذا طرابلس ومعركة طرابلس الشأن الليبي داخلي لا يجب لأحد أن يدف فيه أنفه، وجاء لتخليص طرابلس من سيطرة الميليشيات وسيطرة الإرهاب. عندما تكون طرابلس تحت الجيش الوطني الليبي صدقيني سنذهب إلى المؤتمر الوطني الجامع وستنحل المشكلة سياسيا بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. نعم. هناك إرهابيون تونسيون جزائريون يقاتلون الآن الجيش الوطني الليبي في طرابلس، وهم الذين أرسلهم الغنوشي وغيره. نعم. إلى سوريا ثم رجعوا الآن يقاتلون الجيش الوطني يريدون إدخالهم إلى الجزائر حاليا، لأنهم يريدون من الذي يريد إدخالهم؟ هذه الفرصة التي يعيشها الشعب الجزائري. من الذي يريد إدخالهم؟ بأن يدفعوا بهؤلاء الدواعش المتبقيين إلى الجزائر بأسلحتهم، وبالتالي يحلو لهم تنفيذ مخططهم. كيف خرجوا من الجزائر وكيف خرجوا من تونس؟ من سمح لهم بالخروج إلى ليبيا؟ أولا اطرح السؤال هذا على نفسك، من سمح لهم بالخروج من الجزائر ومن تونس حتى إلى ليبيا؟ الآن لو نجد أحدهم سيكون مصيره مثل أبو عياط التونسي، وسيكون مصيره مثل بالمختار. هذا ما أتمناه أن تلتف وتتوحد وتونسي الذين قضى عليهم الجيش الوطني. نحن لن نرسلهم إلى بلدانهم إلا جثة هذا ما أتمناه أن تتوعدوا أو تتعهدوا به، بأن تكتف جميع الجهود من أجل محاربتها. نعم، شكرا لكما. هذا هو الخطاب.